إفلاس أمريكا يقترب والدولار في خطر، والعالم كله مستني بداية يونيو، فهل بدأ انهيار أقوى اقتصاد في العالم؟ أمريكا مش هتقدر تسدد ديونها من أول يونيو الجاي، ده تحذير عاجل من وزيرة الخزانة الأمريكية كشفت فيه عن أزمة ديون بتضرب اقتصاد أمريكا. طيب إزاي؟ حسب القانون الأمريكي الكونغرس بيحدد لأي حكومة سقف معين للديون ممنوع تتجاوز فيه، والمرة دي الرقم هو 31.4 تريليون دولار، لكن الحكومة الحالية وصلت للرقم ده فعلا، علشان كده بتطلب من الكونغرس يرفع سقف الديون ويزود حجم الاقتراض المسموح بيه. بس المشكلة إن الأغلبية في الكونغرس للحزب الجمهوري، وده الحزب المعارض للحزب الديمقراطي، حزب الرئيس الأمريكي جون بايدن. وفي المقابل بايدن شايف إن الحكومة محتاجة فلوس أكتر علشان تسدد الفواتير اللي عليها ومستحقات الدائنين وأجور الموظفين. السؤال: إيه مصير العالم لو تخلفت أمريكا عن سداد ديونها؟ صندوق النقد الدولي أصدر تحذير شديد وقال إن الانهيار الاقتصادي هيبقى في أمريكا والعالم كله، ولو الحزبين ما وصلوش لاتفاق هنلاقي حالات إفلاس وركود وانهيار في قيمة الدولار، وخصوصاً إن سندات الخزانة الأمريكية الأكثر ثقة في العالم كله، ولو المقترضين ما خدوش فلوسهم هنشوف انهيار أسواق الأوراق المالية. وده ياخدنا لسؤال: أمريكا مطلوبة منها كام علشان تسدد الديون اللي ميعاد استحقاقها قرب؟ حسب نيويورك تايمز أمريكا مطلوب منها أكتر من تريليون دولار، وده لسداد ديون الخزانة المستحقة بين 31 مايو ونهاية يونيو. طيب مين أبرز المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية؟ حسب موقع مباشر اليابان في المركز الأول، وبعدها الصين وبريطانيا، وعربياً تيجي السعودية في المركز الأول ب 111.7 مليار دولار، ومن بعدها الإمارات والعراق والكويت. أما استثمار مصر في سندات الخزانة الأمريكية سجل حوالي 1.127 مليار دولار، وده في يناير 2023، وده حسب موقع العربية. دلوقتي في سؤال مهم: إيه احتمال تخلف أمريكا عن سداد ديونها؟ 25 مرة على مدار 40 سنة هي عدد المرات اللي وافق فيها الكونغرس على رفع سقف ديون الحكومة، وفي كل مرة بيكون في خلافات بين البيت الأبيض والحكومة، وده من جهة والكونغرس من الناحية التانية. ورغم استبعاد الخبراء لاستمرار الأزمة وتأكيدهم على التوصل لاتفاق قريب جدا، لكن التأخير عامل حالة قلق، وخصوصاً إنه فاضل حوالي أسبوع على أول يونيو. وبدأت الوكالات العالمية تتكلم عن سيناريوهات خفض التصنيف الائتماني لأمريكا، وده في حالة عدم السداد. ووكالة فيتش قالت إنها ممكن تقلل تصنيف الحكومة، ووكالة موديز قالت كمان إنه لو وزارة الخزانة فوتت سداد دفعة فوائد واحدة هيتم تخفيض تصنيفها الائتماني درجة، ولو تخلفت في الدفعة الثانية برضو هيتم تخفيض تصنيفها الائتماني مرة تانية. وفي الأسابيع الأخيرة حصلت موجة من إفلاس البنوك في العالم، والبداية كانت من بنك سيليكون فالي في أمريكا، ومن بعده بنك سيجنتشر وبنك فيرست ريبابليك. فهل تتوقع الإفلاس الجاي هيكون من نصيب حكومة أمريكا نفسها، ولا الأمريكان هيوصلوا لحل؟